السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض مية البصل، مية سلطة الحياتي اللي بتبقى جنب المشويات. دي مكوناتها طبعا حسب كمية كل حد. معانا ليمون، بصل، طماطم، وطبعا التوابل عبارة عن برتقان، ملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، حبة شطة. هنبدأ نقطع الخضار بتاعنا. اول حاجة معانا خيار، نقطع الخيار كده كده مكعبات. نجيب الخيار ايه، نقطعين مكعبات ونقطعه بالشكل ده ونقطع الطماطم كده، نشيل الحته الخضراء. نقطع الطماطم لو الطماطم الجلده بتاعتها ناشفه شويه، نقطع الطماطم من قلب من هنا كده. يعني في ناس تقطع من هنا كده تبقى جامده وتتفعس، انما لو مش عايزين الطماطم تتفعس تقطع من هنا من قلب كده. نبدأ نقطعها أصغر من كده الحجم ده وبعد ما قطعنا الطماطم بالشكل ده هنبدأ نقطع البصل. نقطعه صغننة كده يبقى بالحجم ده. وطبعا معانا شوية البقدونس دول قطعهم صغير خالص. بعد ما قطعنا الخضار بتاعنا هنحضر بولة ننزل فيها مية، ننزل فيها مكعبات من التلج. ودي تركاية عصير بصل كنت غشيتها من الشيف اسمه مجدي ابو دليل، شطور ما شاء الله. ودي التوابل بتاعتها، معلقة كبيرة من الخل، عصير الليمون. نقلب الخليط بتاعنا وهننزل بالخضار اللي احنا قطعناه ونغطيها لمدة ساعتين